عليكم ورحمة الله أخوات. نتمنى إن شاء الله تكون أموركم هانية وأحوالكم طيبة. كي كتشوفوا معايا عندي هنا المقادير ديال السلو. عندي نص كيلو ديال الصوجة والنافع وحبة حلاوة. عندي كيلونس ديال الزنجلان ديال السمسم. عندي نص كيلو ديال اللوز. نتوما كتشوفوا النص راه حمرته والنص خليته هكا كنقليه في الزيت. الصوجة حتى هي غنحمرها. النافع عندي 5 دراهم ديال النافع، 5 دراهم ديال حبة حلاوة. عندي كيلو ديال الكاوكاو. المهم راه هادشي منقي. المهم الاخوات انا حمرت كلشي في مقله ثقيله. راه درت قصت المهم عافيه مهيله باش ما يتحرقش ليا. نقصت عليه عافيه مهيله بزاف، خدا ليا وقت طويل ولكن ماشي مشكل. النافع حتى هو راني حمرته هنايا غير شويه، غير صهاط ما خصوش يتحرق، هو حبه حلاوه. نتوما يا البنات راه جينا عند العشاء بهاد المقادير هادي انا وصاحبتي. شوفوا ما شاء الله، شوفوا الزنجلان وها هو كاوكاو شحال ديال الزيت تلق. المهم راه درت تما تقريبا واحد كاس ونص ديال الزنجلان محمر وخليته هكاك. درت كي كتشوفوا معايا 2 معالق ديال القرفه والنافع وحبه حلاوه 2 معالق كبار ومع 2 كوزات. هذه الصوجه درت كيلو ديال الدقيق ديال الزرع حمرناه وغربلناه انا وصاحبتي. والصوجه عندي نص كيلو ديال الصوجه حتى هي راه غربلتها محمره. درت ليها البنات هذا ربعه ديال السكر كلاصي كتشوفوا معايا، وجا هو هذاك المذاق. كنبغيش انا نديرو بالعسل، كيدير فيه واحد المذاق في شي شكل. كنفضل السكر كلاصي. راني خلطت بعدا هذاك الزنجلان وداكشي. شوفوا ما شاء الله راه ما كيحتاج الزيت بزاف، حيت هذوك مطحونين حتى تلقوا الزيت ديالهم. انا غنضيف هاد الصوجه. المهم كي قلت لكم درنا دقيق الشوفان ودقيق فورس، حمرتهم في المقله وغربلناهم. ضفت ليه هاد القرعه ديال الزيت هي اللي درت كلها. جمعتو ليا انا ما جمعتوش بزاف بالزيت. درت ليها شويه ديال اللوز هذا. انا كيعجبني ندير فيه اللوز هكا مقلي. كاين اللي ما تيفضلش هكا اللوز مقلي، ممكن تهرمشوه شويه لكن هكا تيجي زوين. ها هو المهم كيفاش جا زوين بزاف، جا لذيذ. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو البنات. شكرا لكم بزاف ورمضان مبارك كريم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله.